الرقاق وجمال الرقاق، مفيش بيت مصري بيخلى من صينية الرقاق، سواء في رمضان او في الاعياد او في اي مناسبة حلوة لازم طبق اساسي على سفرتنا. لو بتحبوا الرقاق وبيطلع منكم ناشف او في شوية مشاكل كده، ازاي نطلع صينية الرقاق تبقى ذهبي كده وشكلها يفتح النفس زي ما انتوا شايفين، فعلا تشرف على اي سفرة وعلى اي عزومة. هنطلعها، هنعرف ازاي نطلعها تبقى كريسبي من بره كده مش ناشفة، وفي نفس الوقت طرية ومورقة من جوه زي ما انتوا شايفين. كمان هنعرف ازاي لو عندنا رقاق بلدي ازاي هعمل لكم صينيتين، واحدة رقاق بلدي وواحدة بالرقاق الآلي العادي، والفرق بين الاتنين. والناس اللي بتحبوا طري من بره ومن جوه هنعمله، والناس اللي بتحبوا كريسبي من بره برضو هنعمله. وتابعوا معايا لاخر الفيديو، هنشوف الاتنين وازاي نقدر نتعامل معاهم وناخد احسن نتيجة منهم ان شاء الله. نبتدي بالطريقة على طول. طريقة الرقاق سهلة جدا. معايا مرقة، ويستحسن كل ما كانت المرقة دسمة كل ما كان احسن. دي كانت مرقة لحمة، والشوربة معايا هنا دافية مش سخنة. اوعوا الشوربة بتاعة الرقاق تبقى سخنة، لانها لو سخنة هتعجن الرقاق وهتاخدوا نتيجة وحشة جدا. هحط فيها معلقة واحدة بس من السمنة البلدي كده، سمنة، وهبدا اتعامل مع الرقاق. ده الرقاق البلدي اللي هو بنشتريه من الارياف او معمول في الافران او بيتجاب سايب بالكيلو عموما يعني. وده فرقه عن الرقاق الآلي اللي بيبقى في علب، ان هو بيبقى تخين وسميك شويه عن الرقاق التاني. كمان هو يعني مش يعني اول ما بينزل في الشوربه بيتكسر شويه. الرقاق الآلي بيبقى ماسك نفسه شويه عنه. بنعمل ايه؟ انا في ناس بتجيب كبشه كده وتقعد تسقيم، اللي يريحكم بقى. انا بس بجيب حاجه اوسع ويا دوب قابله من ورا ومن قدام، حاجه بسيطه قوي. اوعوا تبوشوا الرقاق عشان ما يطلعش معجن. احلى تسويه للرقاق في الصواني الالومنيوم، لا التيفال ولا الجرانيت ولا اي حاجه، بيدوا نتيجه مش وحشه. بس الالومنيوم احسن حاجه، بتدهنيها سمنه كويس جدا لان دي اللي هتحمر لك الارضيه. طبعا الرقاق جايه لي هنا اصغر من الصينيه، انا عامله صينيه كبيره. فاللي بيحصل ايه؟ ان احنا بنحط الرقاق صحيحه، والحتت الفراغات الفاضيه دي بكسر زي مساله قص ولزق كده، بكسر الرقاق واحطه. بدي دهنه من السمنه السايحه، ودي معلقه من الكريمه اللباني كانت عندي، ودي اختياري تماما، بس هي طبعا بتدي طعم وطراوه رائعه. كريمه لباني او قشطه اللي هي قشطه وش اللبن. دهنه خفيفه من السمنه مع معلقه من الكريمه. عايزين تستغنوا عنها استغنوا عنها. وتاني بكرر العمليه. المفروض ان انت تحطي 4 طبقات تحت و4 طبقات فوق، وفي النص اللحمه. لكن انا بالنسبه لي الرقاق البلدي، الصينيه دي هعملها لكم بالرقاق البلدي، والصينيه التانية هعملها لكم بالرقاق الآلي. الرقاق البلدي بيبقى سميك، فعملت ايه 3 بس تحت و3 فوق عشان ما يبقاش تخين قوي، تبقى اللحمه باينه فيه. حطيت رشه من السمنه، ادي طبق السمنه هو ورا باين، ومعلقه بس بسيطه من الكريمه اللباني. بكرر العمليه دي تقريبا 3 مرات لحد ما اعمل طبقه كامله من الصينيه دي. يا دوب بس تبلوها يعني من وش وظهر. اوعوا تبوشوا الرقاق. تمام اهو. حطيت الرقاق الكبيره، والحتت الفاضيه بكسر حتت رقاق صغيره واغطي الصينيه كده. انا خلاص عملت ال3 طبقات، وهبدا احط دلوقتي اللحمه. شايفين اهو، بحط حتت صغيره اغطي بيها الحتت المكشوفه او اللي فاضيه من الصينيه. طريقته سهله جدا وبسيطه. يا دوب يعني انت تقريبا زي الجلاش، بس الفرق ان انت بتبليه في شوربه وبتديله رشه من السمنه بس كده. ولازم تحطي رشه من السمنه او فرشه من السمنه بين كل طبقه عشان ما يبقاش معجن ويورق ويبقى حلو. فرشه بسيطه مش حاجه كتيره يعني. تمام. هنزل هنا باللحمه. انا يعني ما وريتكوش خطوه اللحمه، كلنا بنعصج لحمه. اللحمه دي كانت جاهزه عندي في الفريزر، متعصجه عادي جدا بالبصل والملح والفلفل والتوابل بقى اللي انتوا تحبوها. انا ما بحطش اكتر من الملح والفلفل في اللحمه المفرومه عشان طعمها ما يغيرش. تمام. حطينا اللحمه، وبرده بسيب سنتي كده بس عشان الحواف ما تتحرقش. وبكمل وبكرر العمليه برده 3 طبقات فوق زي ما قلت لكم. ده بالنسبه للرقاق البلدي. تمام، لان هو بيبقى سميك. خلصت دلوقتي تقريبا دي اخر طبقه، وبدهنها دهنه كويسه جدا من على الوش.
عايزه اقول لكم لو هتستعملوا قشطه وش اللبن دي تبقى بين الطبقات، ما تبقاش ابدا فوق عشان هتحرق لكم الوش، لكن الكريمه اللباني تقدروا تحطوها بين الطبقات وتقدروا تدهنوا بيها الوش مع السمنه، هتدي لون وريحه حلوه جدا. انا كنت هستخدم الصينيه دي تاني يوم، فعادي حضرتها من قبلها بيوم وغطيتها بكلينج فيلم وحطيتها في التلاجة. تاني يوم بقطع الصينيه عادي جدا جدا وبنزل بالسكينه لتحت مفيش مشكله قبل ما ادخلها الفرن. وعلى فكره لو مش عايزه تقطعي الصينيه مفيش مشكله خالص، عشان كان زمان يقولوا لنا اوعوا ما تقطعوش الرقاق، لازم الرقاق يتقطع. عادي جدا، عايزين تقطعوه قطعوه، مش عايزين تقطعوه عادي جدا. بس انا هقول لكم انا دي بقطعها ليه. دي انا بقطعها عشان انا هسقيها دلوقتي كوبايه لبن. الفكره في ايه؟ الفكره ان في ناس زي ما قلت لكم بتغطي الرقاق بعد ما يطلع علشان يبقى طري، لان في ناس بتحبه طري، انا مش بحب اغطيه عشان بيعرق وبيعجن ما بيبقاش حلو. فالفكره في ايه؟ ان احنا هنسقيه، لازم نسقيه حاجه من السوائل قبل ما يدخل الفرن. فانا هسقيه دلوقتي كوبايه لبن عشان تنزل بين الفراغات دي. كوبايه لبن عليها شويه ملح وفلفل، ودي كوبايه لبن لان الصينيه دي كانت صينيه كبيره، الصينيه دي مقاس 43 تقريبا، فصينيه كبيره. لو صينيه عادي وسط 26 28 كفايه نص كوبايه لبن قوي. في ثواني هتلاقوا الرقاق شرب اللبن، واللبن نزل بين الفراغات. ممكن تحطوا بدل الرقاق شوربه عادي جدا، بس اسفه ممكن تحطوا بدل اللبن شوربه، بس اللبن بيدي نكهه حلوه جدا، بتبقى عامله زي الفطير وبتديله طراوه لطيفه جدا. دي للناس اللي بتحب الرقاق طري كده من بره ومن جوه، فعلا بيبقى عامل زي الفطير حاجه كده، وريحته في الفرن بتبقى تجنن. ودي الصينيه التانية اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو اهي، سليمه ما اتقطعتش وما اتسقتش ولا اي حاجه، دهناها بس سمنه كويس قوي من على الوش عشان تديني لون حلو. يبقى دي الصينيه دي ما اتقطعتش وما اتسقتش. الصينيه الاولانيه اتقطعت واتسقت، الصينيه الاولانيه برقاق بلدي، لكن الصينيه دي برقاق آلي اللي هي ما اتقطعتش. تمام. هندخل الاتنين الفرن بقى واوريها لكم بعد ما طلعت الفرن دي شكلها ايه ودي شكلها ايه والفرق بين الاتنين. ادي الصينيه اللي طلعت دي الرقاق البلدي اللي هي مسقي لبن اللي كنا مقطعينها، ما شاء الله طريه جدا وبتدوب من بره ومن جوه في نفس الوقت متحمره من تحت، وفيها قرشه لطيفه كده خفيفه كده للناس اللي بتحب الرقاق الطري. دي اللي انا كنت مقطعاها معاكم سقياها لبن، وزي ما قلت لكم رقاق بلدي. تمام. انا بوريها لكم اهو من تحت ومن فوق لان انا كنت هقطعها وهاخدها معايا هنقلها يعني. تمام. اهي يعني حاجه كده ما شاء الله عامله زي قطع الفطير، واللحمه فيها ثابته وحاجه كده زي ما قال الكتاب، جميل جدا. الصينيه التانية بقى وده انا بوريكم التوريقه بتاعته اهي، بس ده اللي بالرقاق اللي قلت لكم البلدي، بس التوريقه بتاعت الرقاق الآلي بتبقى اكتر. ونصيحه لو انتم مبتدئين خليكم في الرقاق العلب احسن عشان التعامل معاه اسهل. الرقاق البلدي هيتكسر منكم وهيبقى تخين، ممكن ما تعرفوش تظبطوه لو انتم لسه مبتدئين. فاللي بيبدا خليكم في الرقاق العلب، بس اهم حاجه تدوقوه الاول. وانا بسمعكم هنا بقى دي اللي بالرقاق الآلي اللي مش مسقيه ومش متقطعه، وانا انا من الفريق اللي بحبه بيبقى كريسبي كده من بره ومن جوه يبقى طري كده ومورق، بيبقى يجنن. يعني انا بحب الرقاق كده، بالنسبه لي الرقاق لازم يبقى مقرمش كده من بره. في ناس بتحبه طري سبحان الله. عملت لكم الاثنين، قولوا لي يلا في الكومنتس الرقاق سهل ولا صعب، وانتم من انهي فريق بتحبوه طري ولا كريسبي كده من بره ولطيف. وده توريقته، جربوه بالهنا والشفا. اظن يعني انا غطيت لكم كل النقط في الرقاق، جربوه.